إلا بعلمه وبتقديره تحت سمعه وبصره جل جلاله. فالكون كونه والملك ملكه والأمر أمره والتدبير تدبيره. قال جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء وقال جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال سبحانه: كل يوم يرفع أقواما ويخفض آخرين يذل ظالما ويعز وينصر مظلوما ويرحم فقيرا ويرحم غنيا ويفرج كربا ويكشف هما ويزيل غما ويقيم عثره ويكسر عمره ويسوق المقادير التي قدرها بين الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة فلا يتأخر ولا يتقدم قدر قدره جل وعلا. أردت بهذه المعاني وهذه الكلمات أن أؤكد لشبابنا لأولادنا الأفاضل ولبناتنا الطاهرات الفاضلات ولإخواننا وأخواتنا، أردت أن أؤكد لهم أن ما وقع في مصر في الأيام الماضية إنما وقع بإرادة الله جل وعلا ووفق مشيئة الله تبارك وتعالى وقدرته. فوالله لو اجتمع شباب مصر بل لو اجتمع شباب الأرض وما فعل في الأرض شيئا ما أراده الله وما قدره الله ما استطاعوا. فالأمر أمر والتقدير تقديره والتدبير تدبيره. لابد أن نكون على عقيدة راسخة بأن ما وقع بتوفيق الله جل وعلا وبإرادة الله سبحانه وتعالى واستفادة من الله عز وجل لدعوات المظلومين والمكروهين. لما انتهت دولة البرامجة وسجن خالد بن برمك مع ولده في سلسلة واحدة فقال له ولده: يا أبتي من الملك والحكم والشاه والسلطان إلى السجن والقلب. فقال له خالد بن برمك: يا بني إنها دعوة مظلوم صارت إلى الله جليلا وكلنا عنها ولم يغفر عنها الله. دعوة مظلوم إن شاء الله المصر فيها علينا من علامات القبول. يكن نعص النصر من الفتن يكن نعص النصر من الفتن يكن نسعى النصر أمن أمانة يكن نسعى النصر أمن أمانة يكن نسعى هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم ارزق الحكام الصالحين اللهم ارزق الحكام الصالحين والبطانة الصالحة الناصحة النافعة يا رب العالمين. اللهم اصلح شبابنا بناتنا النصر بناتنا نسائنا بناتنا شبابنا واولادنا اللهم اجعلهم قرة عين لنا وللأمة وللنبي يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة أردت أن أركز على الجانب الإيماني والعقدي لأننا نسمع في هذه الأزمة من يذكرنا بربنا تبارك وتعالى. لابد أن نعلم يقينا أن الملك الحق هو الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء
تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير وانك على كل شيء قدير. فلا تسود دولة ولا تزول دولة ولا يسود حاكم ولا يزول حاكم الا بامر احكم الحاكمين ورب العالمين سبحانه وتعالى. كان اعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابي موسى الاشعري: ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يقصد القسط ويرفعه، يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حسابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره بالخسه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريره: لا تسب الدهر فان الله عز وجل هو الدهر. وفي روايه احمد بسند صحيح قال: لا تسب الدهر فان الله عز وجل يقول: انا الدهر، الايام والليالي لي اسددها وابنيها واتي بملوك بعد ملوك وآتي بملوك بعد ملوك. الله جل جلاله هو الملك الحق، لا يسود ملك ولا يسود ملك ولا يسود رئيس ولا حاكم ولا يسود رئيس ولا حاكم إلا بأمر الملك الملوك، إلا بأمر الملك الحق تبارك وتعالى. لابد أن تستقر هذه العقيدة الناصعة الواضحة في قلوب شبابنا وقلوب بناتنا، لأننا في أمس الحاجة الآن إلى أن نتعرف على عظمة الله وجلال الله وقدرة الله وقدر الله. قال سيدنا رسول الله لحبل من أحبار الأمور، والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود حين قال: يا محمد إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، ويقول: أنا الملك. فضحك النبي حتى بدت نواجذه وقرأ قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أيها الأفاضل، ما حدث في مصر وقع بتوفيق الله وبإرادة الله ثم بإرادة شبابنا وأجيالنا الصاعدة الواعدة. مصر الكنانة، مصر الكنانة